السلام عليكم اعزائي التتشاوي الجمال، رجعت لكم بحلقه جديده في برنامج الكوره مع التتشاوي. بس قبل ما نبدا، ما تنساش توحد الله، ما تنساش تصلي على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد وعليه الصلاه والسلام، وما تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد اول باول. ويلا نبدا يا تتشاوي. بس قبل ما نبدا نشد التحدي بتاعنا 1000 متابع من نهايه السنه وننزل الفيديو ده لاي عدد من اللايكات انت وذوقك بقى. ويلا نبدا. عندنا شويه اخبار حلوه النهارده، وكمان عندنا شويه قفشات كده. اول خبر هو رحيل كولر على النادي الاهلي، او مقربه رحيل كولر على النادي الاهلي. هتقول لي انت بتهزر، اقول لك والله مش بهزر. بس الفتره الاخيره انت شايف مستوى كولر مش بالقدر الكافي اللي هو يمسك النادي الاهلي حاليا. كمان ماتش الزمالك يثبت لك ده قوي. هتقول لي يثبت لي ده ازاي؟ هقول لك اللي بعد اما صفوفك كملت وبعد التدعيمات اللي انت كنت بتشتكي اللي انا ولا عندي ناس بتلعب ولا عندي تدعيمات، انت ما كنت عايز صفقات كتيره وعندي ناس كتيره مصابه، وبرده هو نفس الاداء اللي انت بتعمله، هو اللي انت بتعمله حاليا. الاداء ما اختلفش كتير. وكمان في ظل الحاجات الغريبه اللي انت بتعملها وتركب حاجات على حاجات، يعني كوكا ده ما بيلعبش ظهير تلعبه ظهير، مصر على كريم نيدفيد، الحاجات انت مصر عليها وهي خطا بنسبه 100%. فده بيقربك جامد قوي من رحيلك عامه. ده من وجهه نظر انا. في ناس هتتفق معايا وفي ناس مش هتتفق معايا. رحيل كوره الفتره ديت هو هيبقى اقوى حاجه. هقول لك معلش، ما انت ما تمشيه دلوقتي او تمشيه الفتره الجايه وتجيب مدرب قبل كاس العالم للانديه هو اللي يمسك الفريق عشان يبقى عارف المداخل والمخارج بتاعه الفريق كله واللعيبه والقوام الاساسي بتاع الفريق. هيفرق. هتقول لي هيفرق في ايه؟ هقول لك هيبقى عارف كل الحاجات اللي تخص الفرقه. مش تجيبه على كاس العالم للانديه ما يبقاش عارف اي حاجه في الفرقه فتخش يخبط في كاس العالم للانديه. فحاليا دلوقتي كولر مع النادي الاهلي بيقدم اداء سيء قوي، وده من وجهه نظري. انت في ماتش الزمالك بنت اللي انت كنت نازل خايف قوي. يعني الزمالك بالمشاكل ديت بالمدرب الجديد، كل دوت حاجه المفروض اللي يخاف منها بسيرو اللي لسه جاي جديد على الفريق. لا، انت اللي كنت خايف. لا، وكمان بسيرو فرض عليك شخصيته. دي من وجهه نظر انا. اما كان بيحب يدافع كان بيدافع، اما كان بيحب يهاجم كان بيهاجم، وكان قرب يجيب هدف كمان. بس لا، فلا كولر وحش قوي. كولر وحش قوي مع النادي الاهلي. وكمان انا بقول لك اللي هم بيجهزوا بديل قوي لكولر. هتقول لي طب قبل كاس العالم ولا بعد كاس العالم؟ هقول لك لا، هيبقى قبل كاس العالم. وفي الغالب هيبقى قبل كاس العالم بشهرين، عشان الراجل يجي يعني ايه يعرف يتاقلم مع الفريق، يعمل ماتشات وديه ويلعب ماتشات في الدوري او هنا او هنا، اللي هو يبقى موجود وشاف الفريق بيلعب ازاي، وعرف القوام الاساسي للفريق اللي هو هيلعبه، عارف الناس اللي هتمشي، عارف الناس اللي هتقعد، الصفقات اللي هو هيبقى عايزها. فانت لازم تجيب المدرب قبل كاس العالم. مين بقى هو المدرب اللي هم حاطين عليه؟ هو كيروش. كيروش مدرب السابق لمنتخب مصر، اللي هو وصل بينا نهائي افريقيا. بالنسبه لي انا حتى لو حد متابعني على التيك توك هيعرف انا بحب المدرب ده. انا بحب المدرب ده جدا. هتقول لي ليه بحبه؟ هقول لك مدرب عنده كوره، مدرب كورته حلوه وهجوميه، مدرب عينه حلوه في الملعب، مدرب بيبقى عارف مين اللي يقدر يشيل منتخب مصر المكان مع منتخب مصر يعني، ومين اللي ما يقدرش يجيبه. مدرب عينه حلوه، وهو اللي اكتشف عمر مرموش، وهو اول واحد ضم عمر مرموش للمنتخب، وهو اللي ضم حسين فيصل. حسين فيصل الفتره اللي هو كان بيلعب فيها لما جه على المنتخب محدش عارف كان بيلعب فين، وهو كان لاعب في الفتره دي كان جيد جدا. فلا، عينه حلوه جدا. فهو ده المدرب اللي يليق بقياده النادي الاهلي، وهو ده اللي بيجهزوه. وانا بقول لك على مسؤوليتي انا الشخصيه اللي فيه تواصل تام بين اداره النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي وكيروش، اللي هم بيجهزوه، اللي انت هينفع تيجي ولا مش عايز. وانا بقول لك اللي هو قال لهم اللي هو جاهز لقياده النادي الاهلي بس بعد رحيل المدرب، عشان ما يخشش في تفاصيل مع المدرب ومش عارف ايه، ما تمشوه خالص وبعتوا. مش عايز اسمه يطرح على الساحه والمدرب لسه موجود، فاهمني؟ وفي كمان مدرب تاني هيتقال اسمه في اخر الفيديو برضو اتكلموا معاه، وهقول لك اتكلموا معاه ليه، وعندنا التفاصيل اللي هم اتكلموا معاه عشان اللي هو عمله، وهقول لك ليه في الاخر. عندنا سريعا محمد رمضان او كابتن محمد رمضان خصم 20% من مرتبات اللعيبه الشهريه، وده حاجه مطلعه جدا. يعني انت 20% ده حاجه كبيره قوي. يعني لو واحد بياخد 2 مليون 3 مليون في الشهر، فانت لو 2 مليون يبقى 800 400 الف جنيه، وده رقم صغير.
فاهمني؟ والتانية برضو لو 300 هيبقى 600,000 جنيه، فلا رقم ضليع يعني. بس انا بقى بالنسبه لي، هل تقول لي اللعيبه اللي تتعاقب ولا مارسيل كولر؟ هقول لك لا، مارسيل كولر. وما تقوليش اصل اللعيبه ما ادتش في الملعب، اصل اللي مش عارف ايه، اصل الحكايه. انت نازل منزل اكرم توفيق ومنزل كوكا، فانت اديت للعيبه خلاص احنا مش عايزين نهاجم، احنا عايزين ننزل ندافع، ونزلت لهم باكين دفاعيين. فاللي لا، اللي يتعاقب اللعيبه ولا مارسيل كولر؟ انا اقول لك مارسيل كولر من وجهه نظري انا. وقول لي برضو رايك في الكومنتات، مين اللي يتعاقب من الاثنين. خد بقى الحته الثانيه اللي انا قلت لك في الفيديو اللي فات، واعذروني لو انا بقالي يومين ما بنزلش فيديوهات، بس عشان كنت تعبان شويه. خد بقى دي بيسيرو بعد المباراه جاب مجلس الاداره وقال لهم ايه بقى يا صديقي؟ قال لهم محمود بنتايج يتفعل بند الشراء بتاعه حاليا قبل بكره، يعني دلوقتي قبل بكره. ليه؟ لانه طبعا انت عارف ان محمود بنتايج لاعب خارق جدا، لاعب بقدرات عاليه قوي. فقال لك انا عايز اللاعب ده معايا، ومن اللاعب ده مش هيمشي. قاتل يا مقتول زي ما احنا بنقولها، انا قاتل او مقتول على اللاعب دوت، مش هيمشي، لازم تفعلوا لي بند الشراء دلوقتي. محمود بنتايج مطلوب فيه من النادي بتاعه $1,000,000. هتقول لي بقى كبير مش صغير، مش الرقم كبير او صغير، لا، اللاعب بيستاهل، اللاعب جامد قوي. اللاعب انا بقول لك لو كان مشي من نادي الزمالك، اقسم بالله على مسؤوليتي انا الشخصيه، اللاعب ده كان هيبقى في النادي الاهلي. اللاعب ده اي زملكاوي لو عرضت عليه ان اللاعب ده يمشي من نادي الزمالك، هيقول لك ما يمشيش من نادي الزمالك، وكلهم هيعترضوا على القرار دوت. فلازم فبسيرو قال لك انا عايز اللاعب، لاعب مهاري، لاعب سريع، لاعب عنده مراوغات، لاعب بيعرف يعدي الواحد على واحد بسهوله جدا، لاعب عنده الدفاع حلو، لاعب هجومي، الهجوم بتاعه كويس جدا، لاعب العرضيات بتاعته الاوفرات بتاعته رائعه. فلا لاعب هو ما ينفعش يمشي من نادي الزمالك. عامه محمود بنتايج داخل نادي الزمالك، وانا بقولها لك على مسؤوليتي انا الشخصيه، محمود بنتايج داخل نادي الزمالك. نخش على كلام مدرب بيراميدز. قال ايه بقى يا صديقي؟ كريستوفر او كرونوسلاف يوروسيتش قال لك الاهلي هو الاقرب للفوز بالدوري، والاهلي المنافس الاقوى في مصر، وكمان اتمنى مواجهته في نهائي دوري ابطال افريقيا. فاهمني؟ وكمان قال لك انا في كاس العالم للانديه انا هشجع النادي الاهلي. فبالنسبه لي، والاهلي يمتلك مقومات الانديه الكبار، والانديه التي ستظهر بشكل كبير جدا في كاس العالم للانديه او المونديال الانديه امام الكبار. كلام يحترم جدا من يوريزيتش. بجاه هو اسمه غريب قوي يعني، ففكك من اسمه. فبصراحه لا، مدرب كلامه يحترم جدا، وكمان عامل شغل كبير قوي مع نادي بيراميدز. بصراحه هو عامل كلام كتير قوي مع نادي بيراميدز، وكمان يستاهل الاحترام وعلى الكلام اللي هو قاله جدا. يعني الكلام ده مش من مدرب بغل، مدرب سالك، مدرب صافي، يعني نيته صافيه بجد. وكمان شفنا المدرب ده عامل ايه مع بيراميدز. تفتكروا المدرب ده ممكن يجي الاهلي ولا هيكمل مع بيراميدز؟ الكلام ده ما يعني مش سهل. فهل تفتكر المدرب دوت هيبقى في النادي الاهلي، ولا بيفكروا في حد تاني يعني بديل لكروش لو كروش مش عايز يجي؟ خد بقى التقيله، زد وسيراميكا كليوباترا ومنتخب ليبيا وفي فرقه في ليبيا، الاربعه دول عاملين عروض لكابتن علي ماهر بعد فسخ التعاقد مع النادي المصري. هتقول لي يا سلام، هقول لك والله بجد 4 عروض. ومتهيألي هو حاليا مضى مع سيراميكا، في كلام كان مع سيراميكا، معرفش هو مضى ولا لا، بس هجيب لكم الخبر ده في الفيديو اللي جاي. فهو حاليا في 4 عروض، بس الكابتن علي ماهر حط بند في العقد، وعلى اي نادي من دول او حتى المنتخب ليبيا على اي عرض من دول، قال له ايه بقى؟ اي عرض او اي فريق انا هبقى فيه، لو جالي النادي الاهلي وطلبني هفسخ العقد بالتراضي، وانتوا عشان الكلام ده يبقى موجود في العقد ومحدش يجي يكلمني بعد كده. فانا بقول لك، هل الاهلي كلم كابتن علي ماهر او حصل تاتش صغير ما بينهم في الكلام؟ انا باكد لك الله. هتقول لي ليه بتاكد لي؟ اقول لك باين يعني، ما حد بص ما كانش عامل الشرط ده في البند بتاع المصري، في العقد بتاع المصري البند ده ما كانش موجود. فاللي انت تحط بند زي ده في الوقت دوت وهو كولر قرب يمشي، فانت اللي انت تحط البند ده في اي عقد انت هتمضيه، فانا بقول لك 90% الاهلي كلم علي ماهر بنسبه بسيطه. يعني ايه بنسبه بسيطه؟ يعني ما دخلش معاه في حوارات كبيره،
بس خد رايه هل ينفع هتيجي مش عارف ايه الحكايه الروايه. وطبعا علي ماهر اهلاوي بالفطره، ونتمنى انا واحد من الناس اتمنى ان علي ماهر يمسك النادي الاهلي. هتقول لي ليه؟ هقول لك مدرب عنده كوره، عنده كوره جامده قوي. احنا شفناه مع فيوتشر كان عامل شغل عالي قوي. فبجد لا، كابتن علي ماهر بيعرف يبني سكواد عالمي، يعني بيعرف يشتغل على المجموعه اللي موجوده. فيوتشر هو ما طلبش صفقات، هو راح عمل فريق، عمل سكواد جامد قوي. السكواد كان بينافس كل الفرق. فبجد كابتن علي ماهر بيعرف يخلي السكواد ايا كان ايه سكواد قوي. فتخيل بقى كان عامل كده مع فيوتشر. طب تخيل لما يجي الاهلي بكم النجوم اللي في الاهلي حاليا، هتشوف فريق مرعب. فبجد الاثنين اللي محطوطين ايا كان كابتن علي ماهر او كارلوس كيروش، الاثنين على القدر الكافي من القوه الكرويه او الاكتمال الكروي، مدربين اقوياء قوي. فالاثنين لو جم هيعملوا فارق جامد قوي مع النادي الاهلي. وانا بالنسبه لي افضل رحيل كولر النهارده قبل بكره، لسبب المدرب اللي هيجي هيلعب معانا الماتش اللي بقى في الدوري، هيلعب معانا افريقيا، هيلعب معانا يعني هيخش معانا في بطولات كتيره، هيتعرف على الفريق اكتر واكتر، هيعمل مباريات وديه عشان يعرف الفريق ماشي ازاي قبل كاس العالم. فانا اتمنى لو كولر هيمشي يمشي في الفتره ديت، عشان المدرب يقدر يخش على سكواد النادي الاهلي ويتعرفوا على بعض، ويعرف نقطه ضعف النادي والقوه بتاعه النادي، عشان لما يروح كاس العالم ما نطلعش بفضيحه. وانا بقول لك كولر لو دنه بالمستوى المتدني اللي هو بيقدمه دوت ورحنا كاس العالم بالشكل ده، صدقني هنطلع حصاله مجموعه، مش هنبقى اكتر من حصاله مجموعه. يعني طموحك ما تسرحش اللي انت تكسب فريق من دول، هتطلع حصاله مجموعه. تقوليش بقى الاهلي قوي، لا، الاهلي مع كولر بيقدم اداء حاليا سيء جدا. انت بقى لك 4 ماتشات بتلعب على 1-0 قدام النادي الزمالك في الكلاسيكو، وبتبقى انت الاسوأ، الزمالك بيبقى احسن منك. فكده خلصنا الحلقه. اتمنى تكون حلقه عجبتك، ولو عجبتك ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب بتوحد الله، وتصلي على النبي. ومش التحدي بتاعنا 1000 متابع قبل نهايه السنه، وتوصل العدد ده لاكبر عدد من اللايكات. الفيديو ده لاقي اكبر عدد من اللايكات، والسلام.